إخواني أخواتي، حياكم الله أينما كنتم. مرحبا بكم من جديد مع الإعلامي والحقوقي أحمد قرماط بمرصد أبناء شعب. إخواني أخواتي المغاربة، يقال أن الحكومة تريد تغيير الشعارات المكتوبة على سيارة الإسعاف، تعويض كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الموضوع تلقى واحد الجدل واسع على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا من رأيي الشخصي ربما أرى هذا الأمر آلي. علاش تكون مكتوبة على سيارة الإسعاف لنقل موتى المسلمين؟ واش مثلا شفنا في شي دولة أجنبية سيارة الإسعاف مكتوب فيها لنقل الكاثوليك مثلا، أو لجويف، أو لبوديست، ولا للمسلمان؟ تبقى سيارات إسعاف كيقوموا بالمهام ديالهم والدور ديالهم الإنساني قبل الوظيفي. هذا أمر عادي. وبالنسبة ردا على الأخت ميسة سلامة ناجي والجدل اللي وقع بينها وبين بولحية الفزازي عن الإفطار في رمضان، وكذلك تغيير اسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووضع مكان هذا الاسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ربما أشاطرها الرأي. لأن دائما ملي كيطرقوا لنفس هاد المواضيع ديال المعتقدات والحريات كيتكلموا لنا على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ربما حان الوقت تغيير هذا الاسم ووضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لأنهم دائما ملي كيطرقوا هاد المواضيع، خاصة اللي كيتكلموا على الإفطار في رمضان، وكأنهم يريدون كيمروا واحد الصورة للأجانب وكذلك للرأي العام أن حقوق غير المسلمين غير مضمونة بالمملكة المغربية الشريفة. أولا، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قبل أن يكون أمير المؤمنين فهو ملك البلاد أبا عن جد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. زائد أنه راه رئيس الدولة، دونك راه جميع الحقوق ديال المواطنين والمواطنات المغاربة وكذلك الأجانب المسلمين وغير المسلمين فهي مضمونة ما دامت المملكة المغربية الشريفة دولة منفتحة ومتفتحة على جميع الديانات والثقافات. كما الدول الأجنبية، كتمشي لفرنسا كتلقى فيها مثلا 78 جنسية اللي كتعيش فيها. أنا عشت في هذيك الدولة لمدة سنوات، كتلقى تقريبا 78 جنسية، هاللي كاثوليك، هاللي جويف، هاللي كريتيان، هاللي بوديست، هاللي مسلمان، كل الديانة ديالو. عندك لا موسكي سير تصلي، عندك سيناغوغ براتيكي اليهودية، عندك ليغليز تمشي المسيحية كاثوليك، كيحتارموا بعضياتهم، عندهم انسان مثقف. علاش حنا عندنا واحد الفئه كثيره كيشوفوا واحد الدوله عربيه وكانها دوله مسلمه، وكان الاسلام هو دوله عربيه او عنده جنسيه؟ الاسلام راه تلقاه في جميع الدول وكذلك تلقى جميع المعتقدات، ولكن عندهم قانون يمشي على الجميع. اذا علاش كنطرقوا هاد المواضيع ونحاولوا دائما نمروا واحد الصوره ان غير المسلمين الحقوق ديالهم غير مضمونه؟ هادشي راه ما يتقبلوش العقل. تحياتي.